بعد شهر رمضان وعيد الفطر ينتظر المسلمون لنحو شهرين وعشرة أيام للاحتفال بعيد الأضحى. يقوم فيه الناس طبعا بممارسة الشعيرة الأبرز وهي شعيرة الأضحية بذبح المواشي كل حسب قدرته. أما الدول فمهمتها توفير تلك الأضاحي. هذا ما أعلنت عنه الجزائر بقرارها استيراد 1,000,000 رأس من الأضاحي لتكون جاهزة قبل عيد الأضحى. الحكومة الجزائرية قررت استيراد 1,000,000 رأس من الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى. هذا القرار جاء بعد أن طلب الرئيس تبون في اجتماع لمجلس الوزراء بإعداد دفتر شروط لإطلاق استشارة دولية مع دول لها القدرة على تمويل استيراد هذا العدد وهو 1,000,000. طبعا هذه الخطوات جاءت في بيان من مجلس الوزراء قال: الدولة ستتكفل بالاستيراد عن طريق مؤسساتها وهيئاتها المتخصصة، فيما سيتم التنسيق مع تعاونيات عمومية متخصصة عبر الولايات لبيع الأضاحي، بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المخولة بالبيع، مع إمكانية تسويق هذه الأضاحي عبر مصالح الخدمات الاجتماعية للهيئات والمؤسسات والشركات لصالح العمال والموظفين، وذلك بالتنسيق مع الشركاء اجتماعيين. لكن ما هو وضع الثروة الحيوانية في الجزائر؟ وهل هي بالفعل بحاجة لهذا العدد المهول من الماشية للأضاحي؟ موقع World Population Review الأمريكي المختص بالإحصاءات قدم قائمة حول أكثر دول العالم امتلاكا لرؤوس الأغنام في عام 2022، وفي هذا التقرير كانت الجزائر في المرتبة 13 حيث تمتلك 31.2 مليون رأس من الأغنام بنسبة 2.45% من الإجمالي العالمي، وهي تأتي في المرتبة الثانية عربيا بعد السودان. تلك الإحصائيات مشاهدينا كانت عام 2022، لكن سعر كيلو اللحم الأحمر في الجزائر اليوم يقدر بنحو 20 دولارا سواء من لحم الغنم أو الأبقار. الجزائر شهدت نقصا في الأضاحي العام الماضي. الأسباب كانت متعلقة بالجفاف بالدرجة الأولى وعدم انتظام هطول الأمطار ونقص الأعلاف. موجة الجفاف تلك أصابت الولايات المعروفة برعي الأغنام، تلك الولايات رقعتها الجغرافية واسعة، وقد أدى هذا إلى ارتفاع أسعار المواشي وخاصة الأغنام، مما اضطر السلطات لاستيراد اللحوم من دول أوروبية ومن أمريكا اللاتينية. هناك فارق بالسعر في الجزائر بين الأغنام المستوردة والسلالات المحلية المعروفة بجودتها وكبر حجمها، إلا أن ارتفاع الأسعار بالمجمل أدى لعزوف البعض عن ذبح الأضحية. في ردود الفعل المحلية على هذا القرار قال رئيس الاتحاد الفيدرالي للمستهلكين زكي حريز إن هذا القرار عادل. القرار عادل لأنه سيؤدي إلى استقرار الأسعار التي أصبحت في السنوات الأخيرة باهظة، مما حرم العديد من العائلات من الأضحية. حوالي 4 ملايين خروف تمت التضحية بها العام الماضي. آملوا أن تتم العملية في أسرع وقت ممكن لتزويد السوق بهذا الوقت المناسب. طبعا مع خطوة استيراد 1,000,000 رأس، حث الرئيس الجزائري الحكومة على وضع خطة لتشجيع وتعزيز أعداد الشباب في القطاع الفلاحي، لا سيما في شعب تربية المواشي، ودعا إلى تنظيم معرض وطني خاص بصغار مربي المواشي، والهدف من ذلك هو تشجيعهم على الإنتاج واعتماد الطرق الحديثة في تربية المواشي. لكن هذه المبادرة لشراء 1,000,000 رأس ماشية، كثيرون عادوا لتداول فيديو للرئيس الجزائري خلال حديثه في أحد المؤتمرات قبل 3 أشهر، حيث قال أنه يرفض استيراد المواشي من الخارج للأضحيات، والسبب أن أسعار كل من اللحوم والأعلاف مرتفعة. لازم نصيبوا حل. اللحوم طلعت وبالتقريب كثير من الناس يجهزوا نفوسهم إلا للعيد، وحتى في العيد كانت فيه نداءات. أنا سميت ودنية ما نسمعش النداء هذا باش يقولك استورد لنا باش نذبحوا في العيد. ما نستوردش. فيه دول أضعف منا، أقل مساحة، أقل إمكانيات، راها تصدر في اللحوم تاعها. لا هذه سيدي لما يشوفوا مع المربين، إخوان المربين، مع احترامي لهم ما نجي نتهم فيهم أنا بالمضاربة ولكن فيه خلل، لازم هذا الخلل نصيبه
وين راه نقطة الضعف نتاع هذا ونتصدى له. إذن لكن الأسباب والسياقات التي أتى بها القرار الجزائري باستيراد مليون رأس من الماشية قد أحدث جدلا، خاصة أن جار المغرب قد اتخذ ملكها قرارا بإلغاء شعيرة ذبح الأضاحي في عيد الأضحى هذا العام. ملك المغرب محمد السادس دعا للاستغناء عن شعيرة الذبح في عيد الأضحى هذا العام بسبب التراجع الكبير في أعداد الماشية. وقال المغرب إن الملك يهدف إلى الحفاظ على الموارد وحماية الأوضاع المعيشية في الظروف الصعبة التي يعاني منها المغاربة. طبعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع القرار الجزائري باستيراد مليون رأس، وقارنوا في كثير من الأحيان بالقرار المغاير من ناحية المغرب. هنا مثلا تدوينة إلياس أمير يقول: هذا قرار حكيم، فالأضحية شعيرة عظيمة من شعائر الله، ذلك وما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. القرار جاء سدا لفجوة نقصان الماشية الذي أصاب المنطقة بسبب الجفاف وغلاء الأعلاف والتهريب. نعم، هو ليس حل لكنه جزء من الحل. أما هنا عمر سملالي: كلنا نتذكر لما رئيس القوة الضاربة بلد أحسن منظومة صحية في العالم والاقتصاد الرابع في العالم عبد المجيد تبون رفض منع استيراد الخرفان لعيد الأضحى، مدعيا أنه بإمكان الجزائر أن تجد حلا لاستقرار سوق الماشية. ها هو اليوم يأمر وزارة الفلاحة بوضع إطار صارم لتنظيم استيراد مليون رأس. أما هنا في تدوينة لمعمر زاوي: لا جفاف ولا شيء، الحمد لله الماء متوفر في كل المناطق. هناك المشكلة الأولى السماسرة لقطع أرجلهم، والأضحية تصبح في متناول الجميع. ثانيا، للمحافظة على السلالة الجزائرية، مبادرة جد رائعة.